اهلا بكم معانا. انا هناء حلمي، وان شاء الله النهارده هنعمل الكبده بطريقه جديده. لاول مره هتفرمي الكبده في الكبه، وان شاء الله هتبقى وصفه خطيره بجد بجد. هتعمليها كل يوم وهتجربيها كل يوم. تعالوا نشوف احنا عملنا ايه. ادي الكبده هنفرمها مع بعض في الكبه، وتعالوا نشوف طريقتها هتبقى سهله جدا. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه انا هعمل معاكم، بيبقى جاي مع الكبده جزء من الكلاوي او من القلب زي ما بيبقى جاي، يعني الجزار ما بيحطلكيش الكبده كبده بس يعني. فانا هعمل ايه، بما ان الكبده بتبقى سهله في الفرم قوي، فاحنا هنفرم الاول اللحمه اللي معاها ان كانت كلاوي او كبده او كده، وهناخد برده جزء من الدهن عشان نفرمه معاها عشان تبقى الكبده نفسها طعمها حلو. ده جزء من الدهن اهو، او ليا زي ما انت حابه، يعني حوالي 20 جرام مش كتير قوي. هاخد بقى ده افرمه كويس جدا. يعني انا هفرم الكبده دي على 3 مراحل. هفرم الحاجات اللي معاها كلها الاول، الدهن والكلاوي، وبعدين هفرم الكبده، وبعدين هفرم الخضار اللي هضيفه عليها. بجد الوصفه تستاهل مليون جنيه. انا فرمت ده، هحطه بقى في بوله كده في جنب واهو. وهفرم مع بعض الكبده، بس بعد ما اخرطها تخريط عشوائي زي ما انتم شايفين. هبدا اقطعها الاول كده اهو، علشان خاطر تبقى سهله في الفرم. ما تقلقيش خالص، الكبده مش هتجيب دم ولا حاجه، هتتقطع معاكي بطريقه سهله اهو. بس ضربه، شايفين انا بضرب ضربه وببطل. عايزه اوريكم بس اهي بدات تتضرب ضربه وببطل، ضربه صغيره كده وبطل، ما افرمش مره واحده مباشر عشان ما تبقاش عجينه مني اهو كده. خلاص هنطلعها بقى خلاص على كده، وهنفرم مع بعض الخضار. شايفين ما اتهرتش ولا حاجه، هي متخرطه معانا زي ما انتم شايفين، قطع اهي طالعه قطع، وما شاء الله طعمها كان خطير، اقسم بالله كانت عسل عسل عسل. انا معايا بقى حبتين بصل، ده كيلو كبده يا جماعه، بحط له حبتين بصل وحوالي 10 فصوص توم وقرنين فلفل حامي وقرن فلفل بارد، وهفرم ده كله مع بعضه واحاول انعمه خالص اهو. كل ده في نفس الكبه مكان الكبده اهو. هضيف بقى كل الحاجات دي على بعض عشان نحط البهارات بتاعتنا، ونقلب التقليبه اللي هي وتشمي بقى احسن روايح. في المرحله دي انا بادئه بقى ايه، اشغل الفرن على درجه حراره 250 اعلى درجه حراره. اقسم بالله الوصفه دي بجد هتخلي اختراع، هتعمليها كل يوم لاولادك. انا الكيلو ده عملته على مرتين، يعني انا عملت الخلطه دي كامله كده وهعين نصها في الفريزر هوريها لكم دلوقتي، والنص التاني عمل معايا صينيه كبيره تكفي اكتر من 10 انفار او 10 افراد زي ما بتسموهم يعني، فهتفرط معاكي كتير جدا. ده المنديل اللي بنجيبه من عند الجزار، بيبقى ضاني او من البقر. ممكن بتستخدميه عادي، بتعملي بيه الطرب بتاع الكفته. فانا هعمله بقى ايه، كبده بالطرب، يعني بدل ما نحط كفته هنحط كبده. شايفين انا بحاول اقطعه مربعات او مستطيلات عشان الف فيه خلطه الكبده الخطيره اللي احنا عاملينها دي اهو. بحاول اقطعه، واللي تتقطع معايا باجهزها في جنب اهو. شايفين بمنتهى السهوله. خلي بالك بيبقى سمين جدا، فما تلفوهوش كتير زي ما هوريكي دلوقتي حالا. الجنب ده اقسمه نصين اهو. تعالوا بقى نبدأ نلف، نشوف هنلفه ازاي بطريقة سهلة جدا. اول حاجة انا معايا البايركس اللي هحط فيه او الصينية اللي هحط فيها، ما بدهنهاش اي حاجة اهو، صينية عادية خالص من غير ما ادهنها اي مادة دهنية. هحط بقى جزء او بالمعلقة كده، هحط معلقة من الكبدة المتبلة بتاعتنا او المتبهرة بتاعتنا. ما شاء الله ريحتها حلوة قوي وطعمها خطير. البهارات بقى اللي انا حطيتها يا جماعه، انا اتلبخت معاكم في الكلام. هحط بقى ايه، فلفل اسمر محوج، وهحط جنزبيل وتوم باودر وبابريكا وفلفل اسمر برضه انا قلت لكم عليه. بحط بقى كمون على كزبره على شطه كده. الخلطه دي بقلبها بملح وبضيفها عليهم. انا عاملاها في علبه لوحدها كده، بضيفها في اي اكل طعمها بيبقى حلو قوي. وطبعا بظبط الملح بتاعها كويس جدا. شايفين انا بلف لفه، يعني انا بحط معلقه وبلف لفه واحده بس. انتوا عارفين ان الطرب بيبقى سمين، فيا دوبك بس هي لفه مش اكتر، يعني يا دوبك بس اغطي الكبده زي ما انتوا شايفين اهو. اوعي تلفها لفتين هتبقى سمينه قوي، وكمان هي هتنزل دهون في الفرن هتصفيها، يعني الدهون اللي هتنزل من الصينيه دي كلها هتصفيها عشان تبقى معاكي خفيفه نوعا ما اهو. يا دوبك شايفين، وهقطع على طول. هكمل الصينيه مش هتاخد مني وقت، وهيتبقى كمان من خلطه الكبده الخطيره بتاعتنا دي اهي، للناس اللي بتحب الطرب والاكل السمين. ما شاء الله حلوه جدا، اختراع. انا عملتها مع مكرونه وممكن تاكليها بعيش. هتعملي معاها طحينه وسلطه خضراء عاديه، وخلاص بالهنا والشفا على كده. الوجبه هتبقى معانا كامله.
وفي نفس اليوم ده عملت تشيز كيك ما شاء الله حلو جدا. انتظروه الحلقه الجايه بمكونات بسيطه جدا وبمقادير بجد موجوده في كل بيت. بنفس الطريقه دي هلف بقى الصينيه كلها زي ما انتم شايفين، ومن غير ما احط اي مواد دهنيه. الكميه التانية فاضت اهي، هحطها في الفريزر على طول. وهعمل ايه بقى؟ هرش رشه فلفل اسمر بملح اهو. انا مملحه فلفل اسمر كده في جنب، برش منه عشان اتبل كمان الطرب معايا من بره. درجة الحرارة 240 250 اعلى درجة حرارة. بسيبها في الفرن لما هتشوفوا شكلها اهو. شايفين نشفت خالص. انا صفيت حوالي كوباية دهن من الكفتة دي او من الطرب بتاع الكبدة ده. ما شاء الله ما انتظرتش يعني، قلت ادوقها معاكم. شايفين الكبدة جواها عاملة ازاي؟ مستوية خالص وطعمها خطير. انا هدوقها معاكم وبجد بجد شايفين لسه بتغلي على فكرة، لسه سخنة جدا، هي بتتاكل وهي سخنة. انا بس هوريكم الكبده قد ايه مستويه. ما شاء الله عسل عسل عسل. الف هنا وشفا. اتمنى الحلقه تعجبكم، يا ريت تشجعوني بلايك وتتابعوا معايا باقي الحلقات. ما شاء الله حلقه ممتازه جدا، اتمنى تتابعوني في باقي الحلقات. مستويه جدا وحمرة جدا وطعمها خطير، اقسم بالله احسن طرب هتاكليه بالكبده. بالهنا والشفا، الى اللقاء في الحلقه الجايه ان شاء الله.